تحديدا لما اتكلمت قلت عمر جابر في نص الملعب. ليه عمر جابر في نص الملعب؟ لان هو الوحيد اللي عمر جابر اللي ممكن ينطلق من نص الملعب للامام، وهو اللي هيعمل لك الزياده الهجوميه مع ايمن حفني او كهرباء. هقطعك معايا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التليفون. مساء الخير يا سياده المستشار وهارد لك. مساء الخير يا كابتن. ازيك يا كابتن طارق؟ ازيك يا كابتن؟ مش شايف مين معاك تاني؟ اتفضل. طارق، مصطفى، اسلام الشاطر، ايمن يونس، خالد بيبو بيمسوا عليك. كابتن ايمن ازيك؟ حبيبي. كابتن خالد بيبو المتعصب ازيك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. اسلام الشاطر ده بقى حدوته ثانيه خالص. حدوته كويسه يعني؟ من اول يوم، من اول دقيقه قبل الماتش متوقع يعني. اولا ببارك للنادي الاهلي. الله يخليك. فريقه لعب مباراه محترمه جدا. الولاد كانوا على قد المسؤوليه. الزمالك النهارده كان سيء. مين كان سيء ده بقى في الحساب ساعه الحساب. احنا بقى لنا يمكن احنا لعبنا يمكن 5 ماتشات تقريبا او 6. الزمالك فاز في 3 واتهزم في ماتشين وتعادل في ماتش تقريبا. يعني خسر 8 بونت في 8 ماتشات على ما اعتقد. نعم. الزمالك لعب اسوأ مبارياته في 8 ماتشات. يعني لنا وللجماهير كنا راضيين على مستوى نادي الزمالك. طيب هل بناء على هذا الاداء خدت القرار باقاله حازم امام واحمد حسام ميدو؟ شوف انا اتعلمت من التجارب اللي فاتت. التجارب اللي فاتت ما بحبش دلوقتي اشيل اي شيله. احنا كان في قرار بعد ماتش الاسماعيلي، لكن لو كان اعلن ونفذ والنهارده الماتش كان بالنتيجه دي كان يبقى مجلس الاداره اللي بيهزر وبيهرج وكان شال الشيله كلنا. فاحنا انتظرنا. النهارده كان انت شفت النهارده تقريبا نص فريق الزمالك ما كانش موجود. لعب عشوائي. الاهلي يستحق الفوز. عشان كده ببارك له. انا العب واخسر بشرف. انما العب واكون بهذا التخاذل والخوف وفي نفس الوقت الولاد عشان بس محدش يتحجج عارفين من الاسبوع هيلعبوا فين ومحجوز لهم المعسكر عشان بس مش عايز حد بيرغي كتير اللي يقول لك اصل عشان مش عارف النهارده. لو عارفين برج العرب وعارفين ان في النهايه رئيس النادي راجل دوله ولما يعرف الظروف الامنيه انا مش هبوظ الدوري العام علشان ماتش كوره. مستحقاته واخدينها بالكامل. لكن انتوا شفتوا النهارده بقى التحليل الفني. عشان كده كنت لسه بقول بقى الاخ في احدى القنوات من حق حضرتك تحلل فنيا. لكن قرار مجلس الاداره حضرتك مالكش علاقه بيه. لا مجلس اداره الاهلي ولا لا بس هو قرار مجلس الاداره قابل للمناقشه. يا فندم حضرتك حلل فني. نعم. دي مباراه كره قدم. تمام. حضرتك لك ما تشاء في التحليل الفني. نعم. ده اسمه استديو تحليلي لمباراه كره القدم. تمام. مش استديو تحليلي لقرارات مجلس الاداره. طيب انت قرار مجلس الاداره النهائي باقاله ميدو وحازم امام، هل استقريت على المدرب الجديد؟ حطيت محمد صلاح؟ طبعا هنعمل اجتماع طارئ الليله دي. نعم. طب بتفكر في مين؟ المجلس كله بالتليفون. نعم. وده كان قرارنا بعد ماتش الاسماعيلي. لانه مش المشكله انك اتغلبت من الاسماعيلي. المشكله الشكل اللي كان فيه الزمالك حتى في الثلاث مباريات اللي لعبهم وكسب فيهم. نعم. مش ده الزمالك اللي انا حبه وجماهير الزمالك حباه والكابتن ايمن مثلا او طارق الزملكاويه حابينه. الزمالك طول عمره بيلعب برجوله باداء جميل بيستمتع بيه الاهلاويه قبل الزملكاويه. انا بصراحه ما بستمتعش. بقالي 6-7 مباريات ما بستمتعش. الاخوه اللي قالوا بقى اصل فيريرا، لا فيريرا طفش تاني هرب وبيتغلب من طوب الارض دلوقتي في قطر عشان يجيب من الاخر. فيريرا اتغلب 6 واتغلب 3 واتغلب 4 يعني عمال يتغلب هنا. عشان بس برضه الناس اللي بتقعد تتاجر بفيريرا. فيريرا طبعا انت متابع بطولته يا كابتن في قطر بيأدي اسوأ النتائج بيأديها. وبعدين هو اللي طفش عشان كان بياخد عادي $38,000 جابوا اكثر من $150,000 فطز في المبادئ. طيب السؤال انت هتجتمع النهارده يعني بعد شويه ليلا يعني خلاص الساعه 10 يعني هتجتمعوا مثلا كمان ساعه مش كده ولا هتخليه بالتمرير؟ هنجتمع في مكتبي في الدقي عشان نقعد براحتنا ونعرف نتكلم. ان شاء الله باذن الله هيكون غالبا مدرب اجنبي غالبا مدرب اجنبي لانه انا كان عندي امل ان المدرب المصري ياخد فرصته. لكن للاسف الشديد يمكن السنه الجايه اللي بعديها هو طبعا عايز اقول لك ميدو وحازم ادوا اقصى حاجه عندهم. تمام. يعني ميدو قال لك النهارده انا سامعه قال والله في لعيبه كتيره كانت بتلعب خايفه ومش ده الزمالك. ده سبب. تمام. في ناس ثانيه شايفه انه عدم وجود طارق حامد، عدم وجود راس حربه
تاني مع باسم، لان مايوكا ده لسه ما جاش، ده سبب تاني. في ناس طبعا، انا طبعا ضد الولد اللي رش الميه ده، خلاص ده اتفصل من النادي خلاص، لان احنا مش هنهرج حد بس ميه يعمل رش نهزر، رش ميه ايه وبتاع ايه؟ انزل العب، خليك راجل. يعني خليك راجل جوه الملعب. النهارده الاهلي لعب برجوله وكسب. محدش يقدر يقول اصل الاهلي عمل سحب للزمالك والزمالك، الكلام اللي بيتقال ده. لكن انا طبعا حزين للمستوى ده لسبب بسيط جدا. لعيبه واخده مستحقاتها، صارفه فلوسها اول امبارح كلها. يعني مش فاهم، جبت لهم مدرب لياقه بدنيه راجل فرنسي تونسي. الاخر اللي شفته ابو شعر ده، انت كنت شفته قبل كده، استغربت منه. قلت له لاعب كره ده عندي، طلع هو ده المدرب اللياقه البدنيه وراجل كويس جدا. تمام. انا مش شايف سبب النهارده سياق من الهزيمه دي. طيب سؤالي، المدرب الاجنبي، هل في اتصالات بدات بعد مباراه الاسماعيلي مع مدرب اجنبي؟ هل في مدرب قريب؟ كلفت لجنه دلوقتي حالا. من مين يا فندم؟ في خالد رفعت. وفي شريف معانا، الاخ شريف معانا في التسويق. نعم. ممتاز جدا. مع احمد مرتضى، لانه بيعملوا اتصالات بره. قلت لهم هاتوا مدرب على مستوى عالي جدا. مش مشكله باقي الفلوس، لو في عجز فلوس انا هكملها، وايمن يونس عمرو الجنايني ومدحت العدل، ما عندناش مشكله. ورط ايمن دلوقتي معنا في الفلوس. طيب يعني منتظر اسم الكابتن حسن شحاته تردد بقوه سياده المستشار. هل عايز اقول لك حاجه. اتفضل. انا مش عايز اظلم الكابتن حسن شحاته. مش عايز تظلمه. تمام. الكابتن حسن شحاته يجي في بدايه موسم. تمام. خلاص. يعمل فتره اعداد محترمه. ويختار جهازه بشكل محترم. وراجل حسن شحاته من احسن المدربين المصريين، مش الدنماركيه بس. نعم. لكن حسن ما ينفعش، الكابتن حسن ما ينفعش يجي في كويس. موسم. طيب ده اجابه قاطعه. الحاجه الثانيه، هل اسماعيل يوسف هيعود رئيسا للجهاز مره اخرى؟ لا، اسماعيل يوسف هيرجع زي ما كان مدير كوره. احنا كنا مشقلبين الدنيا شويه يا كابتن. دي المشكله اللي انا كنت بواجهها. يعني انا لما قعدت انت عارف، انا عملت اجتماع مع اللعيبه وقلت لهم العبوا برجوله، والنتيجه دي بتاعت ربنا، مفيش مشكله. مش عندي مشكله خالص. انتوا زعتوا الكلام ده. وقعدت مع الجهاز قلت لهم من فضلكم يا كابتن حازم يا كابتن ميدو، خلي اسماعيل يوسف مسؤول عن كل الاداريات. ما تشغلش نفسك بلاعب خد انذار ولا لاعب غاب ولا لاعب سير. ما تشغلوش نفسكم بده. خليكم انتوا المربع او المستطيل الاخضر ده بتاعكم، وخارج المستطيل ده بتاع اسماعيل. واخد بالك؟ طبعا يعني كان في نوع من اللا، يعني مش مشكله كل ده. المهم. طيب سؤالي الثاني، هل كان ميدو وحازم فعلا بيشتغلوا متطوعين ولا كانوا بيتقاضوا اجرهم من نادي الزمالك؟ لا، هو ميدو وحازم حطوا مرتب 140,000 جنيه و120,000 جنيه. طبعا لحقهم، مفيش حاجه اسمها تطوع. واخد بالك؟ وطبعا هيقبضوا المرتب بتاعهم. هيقبضوا طبعا لحقهم. تاني بقول لحقهم. ويمكن طارق اشتغل معانا وعارف ان انا بالذات ما باكلش حق حد. كابتن طارق مصطفى. واخد بالك؟ وطارق قاعد عندك. لو قال لك يوم من الايام انا اتدخلت وقلت لمدير فني او مدرب ده يلعب او ما يلعبش، بس يا سياده المستشار انت اللي بتطلع تصرح بتقول من النهارده انت بستفز كل المعلقين والنقاد. يعني دي جديده والله، دي جديده يعني. يعني بتستفزنا ليه؟ هتدخل وانت عارف عبد المطلب بقول بحبك واحبك على طول. طبعا بعد استفزهم. اقسم بالله العظيم وحياه المصحف الشريف وحياه المصحف الشريف وحياه ولادي الثلاثه، انا ما عرفت التشكيل يا كابتن شوبير الا منك وانت بتقوله. طيب ادي نمره واحد. بالله خلاص. بصدقك انت هتعرف ليه. طيب نمره اثنين، بس خليني لانه ايمن وطارق عايزين يسالوك، لكن خليني اقول لك بمنتهى الوضوح كده انه البعض بيقول ان التوتر اللي سببته للفريق بقصه الملعب وعدم اللعب في برج العرب والطلوع في اكتر من برنامج والقسم باغلظ الايمان ان انا مش هلعب في برج العرب. صحيح شفنا وانت طالع من وزاره الداخليه وتصريحك مع اللواء ابو بكر عبد الكريم، لكن الناس قالوا طب ليه المستشار مرتضى منصور ما اتحركش ده من بدري؟ كان ادى هدوء. الاهلي كان من يوم السبت في اسكندريه، حضرتك فرقتك راحت امبارح بس. سؤال مهم وتحفظ مهم. نعم. الماتش ده كان هيتلعب في دفاع جوه كابتن شوبير. تمام. انا اجتمعت مع قيادات في مكتب السيد رئيس الجمهوريه وقيادات في الجيش وقيادات في الشرطه. تمام. علشان النادي الاهلي يعود الى ملعبه في الدفاع الجوي، مش ماتش الزمالك. تمام. كل المباريات. لان انا كنت بتحرك مش عشان ماتش الزمالك والاهلي، عشان الكوره مستقبلا. عشان رئيس نادي لجنه الانديه. وده يمكن الجزء الاكبر اللي خده القائم مع السيد وزير الداخليه،
هي عوده الجماهير مره اخرى. عندنا اجتماع بكره طبعا هقول لك عليه دلوقتي. نعم. كانديه الدوري كلها. بلغت ان السيد فريق اول 6 الصبح صدق على انه ملعب الدفاع الجوي هيكون ملعب النادي الاهلي طوال هذا الموسم. وانه الجيش قبل اعتذار الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وانهم بيحاولوا يساعدوا بقدر المستطاع الكابتن السيد محمود طاهر، لانه الراجل طلع انا ماليش ذنب، حتى الدخلات اللي اتعملت ديت